نعم، السلام عليكم. أولا أبدأ مع مخيم اليرموك. هذا يعتبر أهم خبر اليوم، حيث البارحة واجهت قوات الأسد وقوات أحمد جبريل عبر مكبرات الصوت تهديدا صريح اللهجة بإخلاء مخيم اليرموك بمدة أقصاها 24 ساعة في محاولة جديدة لاقتحامه، حيث يحاولون التوغل داخل الأحياء دون جدوى بسبب التصدي البطولي لأبطال الجيش الحر. طبعا يحاولون الدخول تحت غطاء مدفعي وصاروخي عنيف للغاية، حيث يتم استهداف الحي على مدار اليوم بالمدافع والصواريخ من أبراج القاعة المتواجدة في حي الميدان الدمشقي. نتحدث أيضا عن غارات من الطيران الحربي شنتها قوات الأسد على أكثر من منطقة في الريف، حيث استهدفت المزارع الفاصلة بين مصرابة وبيت سوا بغارتين جويتين. مهم. أوقعوا عددا من الجرحى أيضا. حي الجوبر الدمشقي اليوم استهدف بغارتين من الطيران أوقعتا دمارا هائلا في البنية التحتية، ومحاولات اقتحام مستمرة يتعرض لها الحي بغطاء مدفعي وصاروخي كثيف، حيث تحاول قوات الأسد التغلل بداخل الحي من جهة الكراجات ومن جهة المناشر والمتحلق الجنوبي. كما أعلن اليوم لواء أبو موسى الأشعري بدك معاقل النظام في ساحة العباسيين ومجمع 8 آذار، وعدة مواقع أخرى طبعا تمركز فيها قوات الأسد. مهم. داريا أيضا كان لها اليوم نصيب الأكبر بأربعة شهداء من بينهم طفلين ارتقوا على أرض المدينة نتيجة القصف من راجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة. الطيران الحربي أيضا الذي اليوم شن عدة غارات على بساتين مدينة دوما، كما استهدفت حرسة القنطرة براجمات الصواريخ، حيث أوقعت مجزرة بحق 4 أشخاص من مدينة سقبة كانوا في حرسة القنطرة، هم من عائلة واحدة كانوا في مزرعة لهم. ننوه إلى أن حرسة القنطرة ليست نفسها هي مدينة حرسة المعروفة. القنطرة هي قرية قريبة بالقرب من دير العصافير، تعد أقرب إلى منطقة مرج السلطان. مهم. ننتقل أيضا حي جبر الدمشقي الذي يشهد الحملة الآن في قبل قوات الأسد. قلنا أنه قصف اليوم بالمدفعية وقذائف الفوزديكا من جبل قاسيون. الحي محاصر من جميع الجهات، محاولات اقتحام مستمرة تقوم بها قوات الأسد. قلب العاصمة دمشق أيضا كان له اليوم نصيب من القصف، حيث سجل سقوط قذيفة هاون في حي الفحامة بالقرب من سوق المواسم بجانب مسجد السكة، بالإضافة لحملة دهم واعتقال شنتها قوات الأسد في حارة شعارة في منطقة صالحية، وسط تكسير لأبواب المنازل وشتم للنساء. هذه الحالات شتم النساء تعد معتادة جدا عند قوات الأسد، وقد تم تسجيل مهم. العديد من حالات الاعتقال بين صفوف شبان المنطقة. نعم. نعم، تفضل، هل لديك إضافة رواد؟ آه، إضافة بالنسبة لمدينة المعظمية لم نتحدث عنها. مدينة المعظمية مهم. طبعا قصف لا يهدأ على مدار الدقيقة، ليس على مدار الساعة، على مدار الدقيقة قصف مدفعي صاروخي من جبال الفرقة الرابعة يستهدف بكثافة الأحياء السكنية التي تعاني من نقص في كل متطلبات الحياة. مدينة المعظمية مدينة محاصرة بشكل كامل، حيث مهم. جرت اشتباكات اليوم عنيفة صباح اليوم على أطراف المدينة بين الجيش الحر وجيش الأسد في محاولة من الأخير اقتحام المدينة من الجهة الشمالية الشرقية، والذي طبعا لقي مقاومة شرسة للغاية من أبطال الجيش الحر. ترافق ذلك مع تنفيذ عدة غارات من طيران الميج الحربي، مخلفا دمارا هائلا في منازل المدنيين، وقوع عدد من الإصابات. كما وقد استهدف الجيش الحر صباح اليوم دبابة تابعة لقوات الأسد كانت تحاول اقتحام مدينة من الجهة الشمالية. نعم. رواد الشامي الناطق باسم شبكة شمال الإخبارية، شكرا جزيلا لك.